عزيزي المشاهد، في الحلقة اللي فاتت شرحت لحضرتك ازاي المصري القديم قدر ينظم حياته الداخلية عن طريق سن القوانين اللي بتنظم له حياته وبتكفل له حقه أمام قاضي عادل ودعم من ملك مؤمن بعدالة القضاء، وده يؤدي لمزيد من الاستقرار. عشان كده التزم بالحيادية التامة في أمور القضاء. طيب وخارجيا، ما هو عشان نوصل لأقصى درجات الأمن والأمان كان لابد على الملك اتباع سياسات دفاعية قوية، مش عن طريق الهجوم والغزو، ولكن بتحصين الحدود، وخاصة الحدود الشرقية، عن طريق تقوية الجيش المصري وإنماء روح الجهاد فيهم. علماء المصريات الغربيين فهموا ملوك مصر القديمة وسياستهم الخارجية غلط. دايما بيصوروا الملوك وخاصة عصر الدولة الحديثة على إنهم غزاة ومسيطرين وهدفهم بسط النفوذ على الدول المجاورة. وتعالوا أوضح لكم إزاي الدول المحيطة بمصر على الاتجاهات الأربعة كان بينهم علاقة ود وصداقة وساعات مصاهرة كمان. عشان كده ملوك مصر كانوا دايما عندهم مبدأ الإشراف والحماية الحدود ويستثمروا الثروات الطبيعية. من بداية الأسرة الأولى كانت الملوك دايما عينهم على حدود البلاد من حركات النزوح والتحركات والتسربات من خلال الحدود، زي العمال الأجانب اللي جايين بحثا عن مصدر الرزق والأمن والاستقرار، أو اللي داخل بغرض التجارة والتبادل التجاري، أو بسبب مهمة رسمية. ولذلك تم وضع رجال شرطة على الحدود مهمتهم المراقبة الشديدة وتدوين كل شخص من حيث تاريخ الدخول والخروج للبلاد، أصل المواطن الأصلي، الحالة الاجتماعية واسم الأب، الغرض من المجيء، والمقابل يعيشوا في ظل قوانين تكفل الحماية والأمن والسلام، يعني نفس حقوق المصري. وكان في سجلات مصرية بتتكلم عن أحياء خاصة بأجانب حول معبد الكرنك في عصر الملك تحتمس الثالث، وكمان حول المعبد الجنائزي لأمنحتب الثالث. في فئة تانية طامع ومعتدي، ودول الملوك بيحسبوا لهم 1000 حساب، ودول كانوا من ناحية الصحراء الشرقية مهاجرين من مواطن أخرى، بيحاولوا من وقت للتاني إثارة الاضطرابات رغم وجود التحصنات، ده غير أعمال الاعتداء والسلب على مدن الحدود الشرقية وتهديد طرق التجارة ومسارات القوافل بين مصر وجيرانها من ناحية الشرق، حتى بعثات المناجم والمحاجر في شبه جزيرة سيناء ما اترحمتش منهم. ولو هتسأل عزيزي المشاهد البعثات دي رايحة تعمل ايه هناك، فإجابة إنهم بيبحثوا عن مواد الخام زي النحاس والدهنش والفيروز. في عصر الملوك الأقوياء كانوا بيقوموا بحملات دي بنفسهم أو يرسلوا قائد بدلهم، ولما يخلصوا المهمة يقوموا بنقش على الجدران الأعمال اللي تمت. مع قوة تصدي الملوك للعناصر المعتدية كانوا بيلجأوا للتحالفات وتدبير المؤامرات مع الأسر حاكمة في فلسطين وسوريا لإثارة القلاقل، وممكن كانوا بيندمجوا مع موجات الهجرات ليتحينوا فرصة الدخول. الخطر ما كانش في الشرق فقط، ولكن كمان الجنوب اللي اتبعوا نفس الأسلوب مع بعثات اللي بيرسلها الملوك لجلب المعادن والأحجار الكريمة. في اتجاه الغرب قبائل البدو كانوا دايما المحاولة للتسلل بحثا عن مناطق للاستقرار في الأرض الخصبة، وخاصة عند الواحات الغربية. نروح بقى لاتجاه الشمال حيث شعوب البحر الطامعة في ثروتها وخيراتها،
وده حصل خلال الأسرة 19 وال20. لو أخدت عزيزي المشاهد نظرة متفحصة لتاريخ مصر القديم هتلاحظ إنه زي المنحنى ليه نقاط هبوط ونقاط صعود. نقاط الصعود دايما بتكون في عهد ملوك أقوياء عارفين كويس إن أمن مصر الخارجي ما يقلش أهمية عن أمن مصر الداخلي، وإن حماية مصر خارجيا يحميها من الاضطرابات الداخلية اللي بتسببها الغزو الأجنبي. في نهاية الأسرة 12 وبداية الأسرة 13 كان في مجموعة من النصوص مكتوبة بالمداد الأحمر من قبل الكهنة والسحرة، عبارة عن لعنات على مجموعة من حكام الشمال الشرقي والغرب والجنوب لحدود مصر، بتصب على أواني صغيرة من الفخار وتماثيل صلصال. في فترة تعرضت مصر لغزو الهكسوس كان كل همهم الاندماج مع المصريين وتقاليدهم، ونظرا انهم بلا أصالة حضارية ما قدروش يضيفوا لمصر أي مظهر حضاري، ولكن العكس حصل، هم اللي اتأثروا بالتقاليد الفكرية والدينية والفنية المصرية. المحنة دي خلصت في مصر باعتقاد واحد من الملوك المصريين، وهو ان لازم الاهتمام بالجيش، واكثر واحد كان ساعي لتنفيذ الفكرة دي هو تحتمس الثالث اللي خاض 16 حملة، في منها للقتال الحقيقي وفي منها حملات تأديبية وإظهار القوة. عشان كده أنا قلت في الأول إن سياسة الملوك كانت دفاعية. تحتمس كان بيجيب أبناء الأمراء في آسيا بغرض الدراسة والتربية عشان يقدر يغرس فيهم حب مصر وثقافتها. الحملة الأولى من النوع ده كان فيها 36 طفل، وكتب لكهنة أوزير: لقد أطلقت حدود تامري إلى ما تحيط الشمس به، وعوضت أهلها بعد خوفهم قوة وأمنا، وأقصيت الشر عنها وجعلتها فوق رأس الدنيا كلها. اللي مشي على نهجه كان سيتي الأول، الدفاع عن مناطق كانت موالية لمصر، وكذلك رمسيس الثاني اللي قاد معركة قادش مع الحوثيين لحماية الولايات الموالية لمصر. وفي النهاية الطرفين لجأوا لمعاهدة سلام بعد ظهور شعوب البحر جاية من أوروبا. في السنة 5 من حكم الملك بنبتاح حصل تهديد لمصر في حدودها الشرقية من قبل الشعوب اليسير بارو جنوب فلسطين، عشان كده أقام عليهم حملة وانتصر. في نهاية الأسرة 25 تعرضت مصر ل3 غزوات أشورية ووصلوا لحد مدينة طيبة وخربوها. وكذلك نهاية الأسرة 26 تعرضت مصر لغزو فارسي وحكموا مصر مع الأسرة 27، ورجعوا غزو مصر في الأسرة 30. ولكن لو تلاحظ أيها المشاهد الجميل إن مفيش غزوات آسيوية حصلت تاني بسبب سياسة تحتمس الثالث. القائد ويني كتب نص في وقت حملته التدريبية لجنوب فلسطين إنه لم يحدث أن اغتصب جندي كسرة خبز من عابر سبيل أو اغتصب نعله، ولم يحدث أن نهب أحد الجنود خرقة من قرية أو سلب عنزة من شعيرة. وهنا نفهم إن القائد بيشير إن عدد الجنود كانوا بالآلاف بيجندوا لأغراض الدفاع، وبعض النصوص أشارت لوجود بعض رجال الدين لزيادة حماس الجنود وترسيخ فكرة الولاء للحاكم والرؤساء. سبب التهديدات في الحدود الغربية هو الهجرات من الهند، استقروا في ليبيا وبدأوا يهددوا مصر، فتصدى لهم سيتي الأول، ورجعوا تاني يهددوا في عهد رمسيس الثاني اللي خلاه يبني سلسلة من الحصون على الحدود الغربية
ومنها حصن الغريبنيات قريب من برج العرب، وواحد تاني عند العلمين، وواحد كمان في غرب مرسى مطروح. في عهد مرنبتاح رجعوا تاني ومعاهم 5 جماعات آرية مهاجرة، وهم الأيكواش والتورث والروكي والشردانة والشكرش. هجموا على مصر عند الحدود الغربية بصحبة نسائهم وأطفالهم وقطعانهم، وعاوزين يستقروا في الدلتا عند الأرض الخصبة. والحدث ده وصف في نصوص معبد الكرنك. جاءوا مع زعيمهم هؤلاء الذين يقضون النهار سعيا في الأرض ويتقاتلون في سبيل ملء بطونهم يوميا، واتجهوا نحو أرض مصر لكي يبحثوا عن احتياجات أفواههم. الملك مرنبتاح خرج ليهم مع جيش في معركة استمرت 6 ساعات، والهزيمة كانت من نصيبهم لدرجة ان شيخ منهم قال لولده: يا نجبتاه على ليبيا. حرم أهلها المعيشة والحالة الرغدة في مصر، وما عادوا يجرؤون على السعي بين المزارع، وتوقف سعيهم في يوم واحد. تفتكروا ان هم سكتوا على كده؟ ابدا، عملوا محاولة كمان في عهد رمسيس الثالث، وبرضو الجيش المصري هزمهم على الحدود الدلتا الغربية، فرجعوا للصحراء والجيش جري وراهم على عمق 20 كيلو متر في الداخل عندهم. القبائل الزنجية اتبعت نفس الاسلوب، لكن من ناحية الجنوب، وده من بداية الأسرة الأولى، وحاولوا انهم يجتازوا الجندل الأول، ولكن ملك مصر أرسل ليهم حملات تأديبية. وبعد كده بدأوا ملوك آخرين عمل حصون زي الملك سنوسرت الأول اللي وصل بتحصيناته للجندل الثاني، وكمل طريقه سنوسرت الثالث اللي عمل حائط كبير من الطوب اللبن على طول الشاطئ الشرقي للنيل، وبنى 3 حصون كبيرة، وكل ده ذكر في معبد حصن سمنة في لوحتين من الجرانيت، ده غير الجولة التفقدية اللي قام بيها في العام 8 من حكمه، ووصل بيها لوادي حلفة، وأمر بعدم تعدي أي زنجي قط، لا برا ولا عن طريق نهر النيل، إلا لو كانت تجارة أو مهمة رسمية. وقال بالتحديد أن أي من أبنائي يحافظ على هذه الحدود التي أقرها جلالتي فإنه ابني وولد مني، وأما من يدمرها ويفشل في الحفاظ عليها فليس ابنا لي ولم يولد مني. والأمر وصل لرسائل يومية بينه وبين رؤساء الحصون بالتأكيد على تنفيذ أوامر الملك. مع مرور الوقت أصبح مفهوم قوة مصر، وبدأ يظهر نصوص بتتكلم عن عناصر آسيوية رافقوا البعثات المصرية وعملوا معاهم، ده معناه وجود تقارب بينهم. ونفس التقارب ده نشأ بين ملوك الدولة الوسطى وأمراء شرق البحر المتوسط على شكل هدايا متبادلة ورسائل دبلوماسية موجودة في تل العمارنة، وكتبت بالخط المسماري اللي معروفة باللغة الأكادية المستخدمة كلغة دبلوماسية. وعدد الرسائل دي كانت 379 رسالة، وهي مقسومة لمجموعتين: مجموعة بين ملوك مصر وملوك وأمراء شمال وجنوب بلاد الشام، ومجموعة تانية بين بلاط المصري وأمراء الموالين لمصر المتهددين من الحيثيين في شمال وجنوب بلاد الشام. وساعات العلاقة بتكون على شكل معاهدات زي اللي وقعت بين تحمس الثالث وخوزيوس الثاني ملك الحيثيين، ومعاهدة تانية بين رمسيس الثاني وخاتوسي ملك خيتا، واللي اتكتب فيها ان الاتنين زهقوا من الحرب وحان وقت السلام. ومن ضمن المراسلات اللي كانت بينهم بعد المعاهدة دي رسالة من نفرتاري اللي إلى بودو هيبات ملكة الحيثيين، قالت فيها
أنني في سلام وأرضي في سلام، وأنني أتمنى لك يا أختي السلام. وفي نوع آخر من العلاقات وهي علاقة المصاهرة لتدعيم العلاقات بين الدول وبعضها، زي الملك سحورس رع من الأسرة الخمسة اللي اتجوز أميرة سورية، وأيضا تحتمس الثالث من الأسرة 18 اتجوز سورية. أما تحتمس الرابع تزوج ابنة ملك ميتاني، وأمنحتب الثالث اتجوز أميرة ميتانية، حتى إخناتون اتجوز منهم. العلاقات الدبلوماسية بين الدول أمر مهم جدا، ويعتبر تدعيم لقوة الدولة بجانب القوة العسكرية، عشان كده تبقى دايما في الريادة، وينتج شعب واعي قادر يجاوب عليا لما أسأله. عرفت؟